الدهب هيطلع ولا هينزل؟ اكتر سؤال بيجي لي، ودايما بتبقى الاجابه مش واحده، بمعنى ان انت دايما بتغير الاجابه حسب التحليل الاساسي والفني للفتره اللي احنا فيها. وعشان كده قررت ان انا استعين بصديقنا الصدوق اللي احنا كلنا بنستخدمه الايام دي، شات جي بي تي. وده كان رده زي ما انتم شايفين كده، ده رد شات جي بي تي على الدهب هيطلع ولا هينزل، اللي هو متوافق تماما مع كلامنا. بمعنى ان حضرتك لو داخل استثمارات على المدى المتوسط اللي هو من 3 ل 6 شهور، او المدى الطويل اللي هو بعد الست شهور داخل في سنه سنتين، وهتحتفظ الذهب بغرض التحوط وحمايه فلوسك من التضخم. يعني انت راجل معاك فلوس، بدل ما تحتفظ بيها كفلوس في الخزنه او في البنك، هتحطها في ذهب. هنا في الحاله دي الذهب افضل ادخار او افضل تحوط من التضخم. اما لو انت بتفكر في التداول على المستوى القصير وتعمل مضاربات بقى، يوم تبيع ويوم تشتري وهكذا، يبقى انت هنا في الحاله دي هتضطر تتبع التحليل الفني من حيث نقاط الدعم والمقاومه.